حجم العبوة كبير، يعني الغوش ده 500 ملي، كل واحدة من دول حوالي 250 ملي، فالحجم كبير. والسعر كل واحدة من دول سعرها أقل من 200 جنيه. في عرض بينزلوه ما بين وقت والتاني كده، بيعملوا يا إما باكج كده على بعض، يا اما بيدوكي اتنين، يعني تختاري اي منتجين وتاخدي عليهم منتجين هدية، يعني بتدفعي تمن منتجين بس وتاخدي قصادهم 4. يا مساء الورد عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ده براند مصري اسمه تيلوفيل. ظهر بقاله فترة كده، وهو نزل منه تو لاينز، لاين للسكين ولاين للفيس. انا جبت بتاع السكين وجربت منه كده شوية وقلت اقول لكم رأيي فيه. هو نازل بثلاث روايح، ريحة الجاسمين والكوكونات والفانيليا. انا جربت الكوكونات والفانيليا، بصراحة عجبتني اكتر ريحة الكوكونات، ريحة هادية كده، وانا اصلا بحب ريحة جوز الهند. اللاين بتاع السكين عبارة عن غوش وسكراب ولوشن. بتستعملي الغوش طبعا الاول، وبعد كده بنشف او البشرة مندية بحط عليها السكراب، وبعد كده بسيبها 10 دقايق، وبعدين بحط اللوشن. ده ترتيب المنتجات اللي بتستعمليها على جسمك ازاي. عجبني فيه ان السكراب حبيباته صغيرة، مش بتجرح، ناعمة كده. تقدري تستعمليها بامان تحت عند الاندر ارم وعند منطقة البيكيني، ما فيهاش اي مشكلة خالص. الريحة هادية، مش ريحة نفاذة قوي، وبتحسي كده بنت عاش لما بتستعملي الحاجات دي. كمان الحاجات بتاعتهم كلها مليانة مواد مغذية ومواد مرطبة، فيها فيتامين سي وفيتامين اي وزيت لوز حلو. في نسبة كحول ضعيفة جدا موجودة في اخر التركيبة، فده معناها ان هي نسبة قليلة جدا، مش مضرة خالص. انا لما باجي استعمل اي مرطب او لوشن بحط نقطة كده من زيت عطري، زيت وردة او زيت لافندر. فانا لما باجي استعمل اللوشن بتاعهم بحط عليه شوية زيت عطري، بيدي انتعاش كده وبيدي ريحة احسن وبيخلي الثبات اكتر. بتحسي نعومة كده في الجلد، وبتحسي ان الجلد كده مرتاح ومترطب، وبتطلعي من الشاور بتاعك كده مبسوطة ومرتاحة وريحتك حلوة. عجبني بصراحة. سعره معقول بالنسبة للحاجات اللي موجودة في السوق، وبالنسبة لحجمه كمان، يعني كل حاجة من دي سعرها أقل من 200 جنيه، حجمهم كبير. الووش ده 500 ملي، والسكراب واللوشن كل واحد فيهم حجمهم حوالي 250 ملي. فالحجم وبالنسبة للسعر كويس جدا، وبالنسبة للمنتجات اللي موجودة في السوق حلوة قوي، عجبتني. ويعني جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.